ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا نعمل مع بعض النهارده كفتة المستعجلين. يعني انا كل ما احتاس كده اقول يا سوسن تعملي اكل ايه، اقوم داخله عامله كفتة داوود باشا. بيجي في دماغي داوود باشا على طول. يعني من كتر سهولتها وبساطتها وحلاوتها، يعني طعمها حلو جدا، وفي نفس الوقت وجبه كامله، يعني ولادي مش هيعترضوا عليها في حاجه. عندي نص كيلو لحمه مفرومه، حطيت عليهم بصله متوسطه مفرومه ناعم، وحطيت عليها معلقه صغيره من التوابل اللي مكتوبه قدامكم دي كلها، اللي هو الملح، الفلفل الاسود، بهارات اللحمه، البابريكا، القرفه، رشه جوز الطيب. لازم رشه جوز الطيب دي يا جماعه، اوعوا تنسوها. هفضل ادعك فيها كده لحد ما كله يتداخل مع بعضه، وابتدي اشم ريحه البصلايه مع التوابل كانك بتعملي لحمه مشويه او كفته مشويه. ريحتها بقى في التلاجة نص ساعة. على ما ارتحت النص ساعة انا كنت عملت الرز، انا مش هضيع وقت. فابتديت بقى ايه، اول ما طلعتها كده دهنت ايدي زيت، وابتديت كده اكورها واطلع الكور. يعني طلعت كمية حلوة جدا هتشوفوها معايا دلوقتي. يعني نص كيلو ده بسم الله ما شاء الله ممكن يقضي يعني اسرة 6 افراد، 5 6 افراد. ممكن تصغري الحجم تكبري الحجم. ده الكمية اللي طلعت معايا، عدوهم انتوا بقى. يعني بسم الله ما شاء الله طلعت حلوة قوي. يعني وجبت طاسة بقى على النار واديتها شوية الزيت. اول الزيت ما سخن معايا نزلت بالكفتة. زي ما انتوا شايفين لازم الزيت يكون سخن عشان تديني اللسعة اللي من تحت وما تفكش معايا. بصوا انا بنزلها كده وببعدهم شوية عن بعض، ما احطهمش فوق بعض. اول ما تبتدي تتحرك معايا كده اعرف من تحت خلاص انها ايه، اتلسوعت. اقلبها، ابتدي بقى اديها يعني اقلبها الناحية التانية. خلاص اتحمرت معايا وبقت تمام. طبعا انت هتقولي انت ازاي حطيتي التوم؟ حطيت توم على الصوص البني اللي موجود ده اللي هيدينا الطعم التمام. حطيت كده فصين توم انا هرستهم ونزلت عليها على الصوص البني اللي انتوا شايفينه ده. دي البهاريز كلها خلوا بالكم. وحطيت عليها معلقه سمن زياده علشان تديني اللمعه للصلصه. اول التوم ما شقر معايا كده نزلت عليه بالطماطم، وابتديت بقى بالمعلقه كده اطلع الصوص البني اللي لازق ده ما تتخيلوش بيدي طعم ازاي للصلصه بتاعت الطماطم. بعد كده بقى اديتها رشه زعتر مع الملح مع الفلفل الاسود. ظبطي الليله، يعني ادي للحاجه طعم انت وذوقك في الاكل. وبعد كده اديتها بقى شويه سكر علشان تدي المعادله الصعبه. يعني شويه ملح مع سكر بيبقى حلوين جدا مع الطماطم، ما دام في طماطم يبقى لازم شويه سكر. ابتديت بقى انزل الكفته بتاعتي كده في الصلصه على نار هاديه. ما تزوديش النار عشان ما تتلسوعش معايا. نديها بقى شكشاكه كده، واول ما تتسبك معايا كده ابتدي اخد بقى من صوص الطماطم واحطهم كده على الكفته من فوق واقلبها بالراحه على الهادي. خلاص بقى في الوقت ده انا الرز معايا استوى وبقى تمام، وابتدي اغرفها بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. لازم المنظر يكون شيك ومنظر يكون حلو. ممكن تعملي بالمنظر ده طبق لكل فرد من عيلتك، صدقوني هيبقى حلو جدا وشيك جدا، والعين بتشبع قبل البق زي ما بيقولوا. ويا رب تكون الوصفه عجبتكم. كان معاكم سوسن سليمان. باي باي.